يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. قبل ما أبدأ الفيديو أحب أقول لكم إن إحنا عملنا قناة جديدة للأنمي، ما تنساش تشترك فيها، هكون سايب لك الرابط في وصف الفيديو. ويلا بينا علشان ما اطولش عليكم وندخل في الفيديو على طول. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها نورا وأبوها وهما بيتسلقوا جبل في منطقة اسمها قمم غول الجبال، وبعدين لما بيطلعوا على قمة الجبل اللي بيتسلقوه بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن الجبال، وبيقول لها ابوها ان الجبال ديت زمان كانوا 13 غول، ولما الشمس اشرقت حولتهم لجبال. والبنت مش بتصدق كلام ابوها، وهو بيقول لها ان هي مش هتصدق غير لما تشوف بنفسها. ولما ركزت في الجبال اللي قدامها بتلاحظ فعلا ان عليها وشوش غريبة. بعد 20 سنة في النرويج بتكون نورا شغالة مع واحد اسمه الدكتور سكورت، وبينقبوا على حاجة في الشاطئ في مشروع تبع الجامعة، وبيكونوا بقالهم فترة كبيرة جدا شغالين في المشروع دوت. وبيروح سكور علشان يقول لنورا ان الجامعة هتسحب التمويل وهيوقفوا شغل في المشروع، ولكنها مش بتهتم بكلامه وبتكمل حفر لحد لما بتخبط في حاجة، ولما بيشوفها بيلاقوا ان هي حفرية قديمة جدا. بعد كده بنشوف حكومة النرويج بتكون بتعمل خط سكة حديد جديد، ولازم يفجروا جبل في طريقهم علشان يعملوا فيه نفق. وبعد لما بيفجروا الجبل وبيدخلوا علشان يشيلوا مكان التفجيرات، ولما بيبدأوا شغل بيلاقوا حاجة بتتحرك في الجبل، والحجارة بتفضل تقع عليهم كأن شخص هو اللي بيرموهم عليهم وبيموتوا كلهم. بعد كده وزير الدفاع بيكلم رئيس الحكومة وبيوريها صورة المكان في جبل دفور تقريبا وقع عليه نيزك، وبيكون عامل قلق في البلد وهم مسيطرين عليه بالعافية. وبتقول للرئيس المساعد بتاعها ان هم يحتاجوا علماء بيولوجيين علشان يعرفوا ايه اللي حصل. بعد كده بتروح طيارة هليكوبتر من الجيش للشاطئ، وبينزل ضابط وبياخد نورا معاه وبيقولها ان هم محتاجينها في مسألة امن وطني. ولما بتوصل نورا لاجتماع في الحكومة في النرويج بتعرف ان هي عالمة بيولوجية متخصصة في التنقيب عن الحفريات، وبيبدأوا يتكلموا في الموضوع لحد لما بتيجي زغيرت وبتعرض عليهم فيديو لحظة تفجير الجبل، وبيظهر فيه كائن غريب وحجمه كبير جدا. بعد كده بتروح نورا مع اندرياس اللي هو مساعد بتاع رئيس الحكومة لمكان اسمه لاشا، وبيقول لهم الضابط هناك ان حصل هجوم على احد المنازل من كائن غريب، وزي ما احنا شايفين كده اكل نص البيت وهو ماشي. وهم تتبعوا اثاره لحد لما انتهت في الجبال، وبيبداوا يسالوا اصحاب البيت اللي اتدمر، وبيعرفوا ان الوحش دوت عبارة عن جبل يعني بس كبير حبتين، وفجأة لقوه بيتحرك. فقرروا ان هم يتتبعوا اثاره في الجبال لحد لما بيوصلوا للمكان اللي بينتهي فيه الاثار، وبيكون عبارة عن جبال واراضي خضراء وطبيعة مفهوش اي حاجة. ولما بتلاقي كده بتاخد الضابط كريس واندرياس ويروحوا يزوروا ابوها، وبيكون عايش في الجبل وخايف، ولكن نورا بتهديه وبيدخلوا جوه، وبيكون عنده رسومات ومخططات كتيرة جدا عن غور الجبل. وقال لهم ان الحكومات زمان كانوا عارفين بوجود غور الجبل وكانوا بيمنعوا الناس من البحث عنه، وان هو كمان غور الجبل كان موجود منه كتير في النرويج، والنازين استخدموا الجنود الروس وقتها علشان يبنوا سكك حديد. ووصلوا في طريقهم لجبل منعهم حاجة فيه من ان هم يكملوا، وبدل ما يتقبلوا وجود غيلان الجبل ويتعايشوا معاهم ويسيبوهم في البيئة بتاعتهم قوموا حرب ضدهم وصوروهم للناس على ان هم كائنات شريرة. فبياخدهم معاه كلهم وبيروحوا بالطيارة للمكان اللي فيه آثار الغول، وبيبدأ أبو نورا يعمل حركات غريبة ويقعد يشم في التربة. فنورا بتروح له بتقول ان هم خلاص ملقوش حاجة هنا وهيمشوا، ولكن فجأة بيبص وراهم وبيلاقوا عين الغول، وبيتضح ان هم واقفين قدام الغول على طول. وبيقوم الغول وبيكون حجمه كبير جدا ومرعب وبيكون غضبان، ولكنهم بيركبوا الطيارة بسرعة وبيمشوا من المكان وبيصوروه وبيبعتوا الصور للحكومة النرويجية اللي بيكونوا مندهشين من اللي شايفينه. وبعدين بتروح لهم نورا وابوها معاها وبتطلب منه ان هو ما يقولش قدام الحكومة ان هو غول جبل، لان هم لو عرفوا هيقتلوه ومحدش هيعرف اصلا ان هو كان موجود، وهي عايزة تدرسه وتعرف كل حاجة عنه. ولكن لما توباسي اللي هو والد نورا بيتكلم مع الحكومة بيقول لهم على طول ان دوت غول الجبل، وبتطلب منهم ان هم يسيبوه وما يقتلوهوش، ولكنهم بيفهموا كلامه كنوع من التهديد على الحكومة وبيطردوه. بعدين نورا بتحاول تقنع رئيسة الحكومة ان هي تأجل التصرف في الموضوع دوت لبعدين، ولكن الرئيسة بتقولها ان خلاص الموضوع ما بقاش معانا وان الجيش هيتصرف ويخلص الموضوع بسرعة، وبتحذرها من ان هي تتدخل وبتقولها ان كده مهمتها انتهت معاهم. وبيأمر وزير الدفاع بتحرك قوات الجيش لمكان الغول علشان يقتلوه. بعد كده بتبدأ القوات بتاعة الجيش تتحرك على المكان اللي فيه الغول، ونورا بتقول للضابط كريس ان هو هياخدهم معاه في الطيارة وهيقعدوا ساكتين ويتفرجوا بس، وبيوافق كريس وبيروحوا هناك وبيفضلوا مستنيين الغول لما يظهر بالدبابات والأسلحة بتاعتهم. في الوقت دوت توباس بيقول لنورا ان الغول بيكره المسيحيين وبيعرف يميزهم ويقتلهم لان صوت الاجراس بتاعتهم بتكون مرتبطة عنده بوجود حروب. وبعد كده بيظهر الغول وكريس بياخد امر من وزير الدفاع بانه يخلص على
على غول ويقتله، وفعلا بيضربوا عليه بالاسلحه والقنابل، وتوباس بيقول لهم ان هم مش هيقدروا يقتلوه لانه مخلوق من الحجاره وقلبه وعظمه كمان من التلج، وفعلا الضرب اللي بيضربوه عليه مش بيأثر فيه وبيخلوه يغضب عليهم، لكن برضه بيفضلوا يضربوا عليه صواريخ كتير جدا من الدبابات والطيارات ولكنها مش بتأثر فيه، وبيخرج منها وبيهجم عليهم فبيستخبوا منه، وبتروح نورا وابوها والظابط كريس يستخبوا ورا شجره، وبيقرب منهم الغول وبيكون في جندي مسيحي بيصلي وبيدعي فبياخدوا الغول وياكلوا، ونورا بتكون مستغربه لان كلام ابوها طلع صح وان الغول فعلا بيعرف يميز المسيحيين، وفي اللحظه ديت بيقرب توباس من الغول وبيحاول يهديه وفعلا بيستجيب له الغول وبيهدى، وبيبص توباس لنورا بفرح كده وهي كمان بتبص له بنفس النظره لان كل تعب السنين اللي فاتت والابحاث بتاعته طلعت حقيقه، ولكن للاسف في اللحظه ديت الجنود بتوع الجيش بيستغلوا الموقف وبيضربوا تاني على الغول، فبيغضب جدا الغول وبيضرب توباس وبيرميه بعيد من غير قصد، لكن قبل لما يموت بيقول لنورا ان هي تقرا الابحاث والمذكرات بتاعته لانه بيكون فيها رسائل مهمه، وكمان بيقول لها ان هو فرحان جدا لان هي صدقته، وبيموت توباس. بعد كده بتروح نورا بتقرا المذكرات بتاعت ابوها وكريس واندياس بيسالوه عن حلول لهزيمه الغول، فبتقول لهم ان اسلحه الجيش مهما كانت قويه ومتطوره مش هتاثر فيه، واللي هيأثر فيه هي اجراس الكنيسه زي ما ابوها قال لها، ولما بيعرضوا الكلام دوت على وزيره الدفاع ورئيسه الحكومه ولكنهم بيرفضوا الفكره وبيقول على كلام نورا ان هو خرافه، ولكن اندرياس وكريس بيدعموا نورا وبيأكدوا على صحه كلامها، فبتقتنع رئيسه الحكومه وبتقول لهم ينفذوا فكره نورا. بعد كده بنشوف مكان عام جنب الجبل بيكون مليان ناس كتير، وفجاه المكان بيتهز من تحتهم وبعدين بيظهر الغول والناس بتخاف وتترعب وبتبدأ تهرب من المكان بسرعه، كل دوت الغول واقف في مكانه ما اتحركش، وبعدين بتظهر قوات الجيش بالطيارات الهليكوبتر وهم معلقين فيها اجراس الكنيسه، وفعلا اصوات الاجراس بتضايق الغول وبيسد ودانه علشان ما يسمعش الصوت وبينزل على الارض، ولكن الاجراس بتزيد غضب الغول وبيبدأ يدمر في الطيارات، وفعلا بيدمر 2 منهم، وقبل لما الطياره التالتة تقع على طفل في الارض بيمسكها الغول وينقذ الطفل، وما بيكونش فاضل غير طياره واحده اللي موجود فيها كريس ونورا، ولما بيشوفوا الغول وهو بينقذ الطفل بيوقفوا الجرس وبينسحبوا، والغول كمان بيروح ناحيه الجبل، وبنشوف بعد كده الاعلام والصحافه في العالم كله بينقلوا اخبار عن الغول اللي ظهر في النرويج وقرب العالم كله ومحدش قادر عليه. بعد كده بتروح نورا وكريس على الحكومه وبيكونوا مستائين جدا من فشل الخطه بتاعتهم والموارد اللي اهدرتها والاسلحه، وهنا بقى رئيسه الحكومه بتشكر نورا عن خدمتها وبتمشيها وبتقول لها ان هي ما ترجعش تاني، ونورا بتودع كريس وبتمشي، وكمان اندرياس لما بيجي يتكلم بتقول له الرئيس اطلع بره يلا، ولكنه بيعتبر ان هي بتهينه وبيستقيله وبيمشي خالص وبيروح يلحق نورا بره قبل لما تمشي. بعد كده بتطلع رئيسه الحكومه في التلفزيون وبتقول للناس ان الحكومه عملت كل اللي تقدر عليه علشان تتخلص من الغول ولكنها ما عرفتش تأثر فيه، والخطه دلوقتي هي اخلاء مدينه اوسلو العاصمه والمناطق اللي جنبها المحيطه بالجبل من كل المواطنين اللي فيها، وفعلا بيكون الاخلاء شغال اثناء الخطاب، والخطه هنا بتكون هي ضرب الغول بالقنبله النوويه بعد اخلاء المدينه. وبعد كده بنشوف نورا بتكون مركزه في المذكرات بتاعت ابوها وبتلاحظ ان في كلمه متكرره اسمها ساندينغ، وبيقولها اندرياس ان هي ممكن يكون واحد اسمه ريكارد ساندينغ، ودوت بيكون عايش في قصر لورد شامبرلين وبيكون مسؤول في الديوان الملكي بيقدم المشوره للملك واعضاء العائله الملكيه، وبتفتكر نورا كلام ابوها قبل لما يموت عن الملك والقصر، فبيروحوا هناك على القصر ولكن الحراس اللي هناك بيوقفوهم ويمنعوهم من الدخول، وبيطلع سانتينغ وبيعرف نورا وبياخدها لجوه وبيكون صديق والد نورا وبياخدهم لكهف تحت القصر الملكي، وبيقول لهم ان المكان دوت هو قصر ملكي غلان واتبنى فوق قصر الملك واكتشفوه سنه 1920، ومن 12 سنه بس اكتشفوا توباس والد نورا، ولكن العائله الملكيه كتموا على الخبر واتهموا توباس ان هو مجنون وبوظوا له حياته علشان الناس ما تصدقهوش. قديس اولاف طهر الارض من كل حاجه ما كانتش متوافقه مع المسيحيه وعمل فخ واستدرجهم كلهم وقتلهم، ولكنه ساب ابن الملك يعيش وحبسه في جبال دويرف علشان لو احتاج يستخدمه بعد كده للسيطره على الناس، وبعد كده فهم ان الغول دوت هو الملك وان هو بيحاول يسترد ملكه ويرجع للقصر بتاعه، ونورا بتقرب جهاز اشعه من جمجمه من الجماجم اللي موجوده وبتلاقي ان هي بتتحول لحجاره، فبتقول ان هم هياخدوا عربيه ويحطوا فيها جمجمه الملك ويستدرجوا بقى الغول ويحولوه لحجاره، وبتتصل بكريس علشان يجيب لها عدد كبير من اجهزه الاشعه ديت، وبيكون الغول وصل لمدينه اوسلو والقوات بتاعه الجيش بتضرب فيه ولكن مفيش اي فايده، والقياده بتاعه الحكومه بيطلقوا القنبله النوويه مع بعض، وصديقه اندرياس هناك بتبلغه بالمعلومه ديت وهو بيقول لها ان هي لازم تتصرف وتوقف اطلاق القنبله ديت، وبالرغم من صعوبه الموضوع ولكنها بتقول له ان هي هتحاول توقفه. وبعدين بنشوف نورا واندرياس بيكونوا معاهم جمجمه ملك الغلان ومستنيينه، وكريس معاه بالقوات بتاعته والعربيات ومعاه اجهزه الاشعاع ومستنيين برضه الغول، ولما الغول بيدخل اوسلو الحكومه بيضربوا القنبله النوويه، ولكن صديقه اندرياس بتنجح ان هي تخترق النظام وبتوقف اطلاق القنبله، ونورا بتكون لسه مستنيه الغول وبتكون خايفه جدا من ان هي تفشل، بيوصل لهم الغول
بتكون رايحة للقصر، ونورا بتكشف الجمجمة، والغول بيتجنن لما بيشوف الجمجمة بتاعت ابوه الملك وبيجري وراهم، ونورا بتجري ناحية الأجهزة عند كريس، وبتعرف لما بيتكلموا ان هو لسه مش جاهز تماما بس قدامه 10 دقايق، وبيبدأ يحمس في الجنود بتوعه. ونورا لسه بتجري بالعربية من الغول وسرعتها بتكون عالية جدا، فبتقع الجمجمة من العربية وبيمسك الغول الجمجمة بتاعت ابوه، وبيحزن لما بيشوف نفسه في الازاز. بيقف كده مندهش وبيحاول ان هو يلمس نفسه، ولكن الازاز بيتكسر، وكمان الجمجمة بتقع من ايده على الارض وبتتحول لفتافيت صغيرة. فبيزعل الغول جدا وبيصرخ بصوت عالي جدا من الزعل على ابوه. وبعد كده بيبص لنورا وبيطاردها في المدينة، وبنشوف وزير الخارجية بيكتشف ان السكرتيرة اللي عندهم هي اللي وقفت اطلاق الصاروخ، فبيحبسها وبيأمر باطلاق الصاروخ النووي. بعدين بنشوف الغول بيوصل لنورا وبتخرج من العربية وبتقع على الارض، وبيبقى لسه هيمسكها، ولكن كريس بيكون محاوطه بالعربيات وعليها اجهزة الاشعة اللي هي المفروض ان هي هتحول الغول لتراب، وبيشغلها، وفعلا بيبدأ الغول يضعف. وفي الوقت دوت بيوصل الطيارة اللي معاه القنبلة النووية، ولكنه بيرفض ان هو يرميها علشان المدنيين اللي موجودين. وفعلا وزير الدفاع بيلغي المهمة، والاجهزة بتاعة الاشعاع بتكون خلاص هتقتل الغول وتحوله لحجارة. وفي الوقت دوت بتدرك نورا اللي هم اللي بيعملوه دوت غلط، فبتروح بسرعة توقف الاجهزة وبتتكلم مع الغول وتقول له ان هم يروحوا ناحية الجبال ويعيش هناك. والغول فعلا بيفهم كلامها وبيبدأ يهدى، ولكن الشمس بتطلع في الوقت دوت والغول بيتحول لحجارة وبيقع على الأرض وبيكون خلاص مات، وبتزعل عليه نورا جدا. وبعد كده بيوصل أعضاء الحكومة في النرويج للمكان اللي مات فيه الغول. بعدين بنعرف إن في غول تاني في الكهف اللي اتحطم في أول الفيلم غير الغول اللي مات. وبيخلص هنا الفيلم بتاعنا. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحة الفيسبوك واعمل لي فولو على الانستجرام. كان معاكم محمد إبراهيم من قناة أسرع فيلم، منتظر رأيكم في التعليقات. مع السلامة.